السلام عليكم، اهلا بيكم في الفيديو الخامس تقريبا في السلسله بتاعه السي اس اس. السلسله اللي شكلها اتطول معانا الفتره اللي فاتت. كان في شويه مناوشات، كان في شويه انشغالات. فاتمنى يا رب الموضوع يكون النهارده بسيط وسهل عليكم. هنشرح النهارده شويه الحاجات اللذيذه دي كبدايه للسي اس اس بروبرتيز. ودي بقى الحاجات اللي هي ايه، خلاص احنا دلوقتي هنبتدي نطبق سي اس اس. يعني دلوقتي هنبتدي نطبق سي اس اس زي مثلا الشكل اللي احنا موجود قدامكم ده. وده شكل ادفانسد من ان احنا ازاي نهندل قصة السي اس اس بروبرتيز. وممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل في المستقبل ان شاء الله. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ان احنا بكل بساطة نهندل قصص ال CSS من خلال ان احنا هنتكلم عن اول حاجة ال common CSS properties، واللي هي اولهم ال color. وده ان هو بيسيت ال color of text. البروبرتي دي زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان احنا في الفايل ال CSS لو هنفتح كده فايل ونقول والله ال H1 زي ما قلنا في السلكتورز اللي هو الدرس بتاع السلكتورز H1، ونفتح القوسين البراكتس او البراكتس بتاعت الديفينيشنز. فاحنا عندنا اهو لو قالك ان الكالر بلو فايلت وبتاع اللي هو بنفسجي، ده تمام اهو. يبقى احنا قلنا ان البروبرتيز عندنا بتتقسم لحاجتين، او خلينا نقول بقى خلينا نقول ايه الحاجات اللي احنا بنكتبها لل CSS او للستايلنج بتاع الاليمنتس. بتتقسم لحاجتين، اول حاجه هي البروبرتي. البروبرتي كولوم اللي هو ده، وبعدين الفاليو. فاحنا عندنا الكالر ريد، ممكن نقول كالر ريد مثلا، ممكن نقول كالر برو، كالر جرين، يلو، اي حاجه. خلاص. ف بتتقسم ل property وvalue، property وvalue، property وvalue، property وvalue. فبالتالي لما احنا عملنا الكلام ده هنا، ثانية، لما احنا عملنا الكلام ده هنا وقلنا ان ال H1 ده واخد الكالر بتاع البلو فايلت ده اللي هو قلنا اللي هو البنفسجي، لا احنا ممكن نخليه ريد ونسيف ونشوف اللي هيحصل. اتحول لريد عادي جدا هنا اهو، والدنيا جميلة وظبطت والكلام ده كله. فهنا كاتبينها بطريقة الانلاين. احنا ممكن نشيل الانلاين ده خالص ونروح عاملين سيف ونربط الفايل بتاع السي اس اس زي ما احنا اتعلمنا. قلنا لينك تاج ستايل شيت از ريف يعني، وبعدين نعمل كده، وبعدين نربط الستايل شيت بتاعنا ونساوي القصص بتاعتنا. طيب احنا هنشيل الكلام ده ونقول له والله احنا عايزين color وايت مثلا. هو هيبقى لونه مش تمام، بس احنا عايزين color وايت. تمام تمام. هنعمل سيف اهو، اتحول لكالر وايت والدنيا جميله ومظبوطه وشغاله والدنيا ايه، مفيش احسن من كده. طيب احنا عايزين نتكلم عن ايه تاني بعد الكالر؟ عايزين نتكلم عن حاجه اسمها باك جراوند كولر. باك جراوند كولر دي من الحاجات الجميله جدا اللي ممكن برضو نديها للبلوك اليمنتس او الانلاين اليمنتس كمان. يعني احنا لو حتى عندنا سبان هنا جوه الباراجراف ده، وحطينا مثلا سبان وقلنا جوه السبان ده احمد محمد امين، ورحنا عاملين سيف، فاحمد محمد امين اهي، بس كلها بالاخضر. ليه؟ علشان الانلاين ستايل للباراجراف كامل واخد اليلو جرين، فبالتالي هي افكتيف لانها من ضمن المحتوى بتاعها. لو انا عايز اقول ان ستايل للسبان دي وقلت له كولر ريد، هيتحول لكولر ريد على طول. تمام تمام. نفس الطريقه لو هنكتبها هنا، يعني احنا لو جينا قلنا سبان وبعدين رحنا عاملين كده وقلنا انه كولر بس بلو مثلا، بلو مثلا، وعملنا سيف، مش هيفكت. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ان الاولويه للان لاين ستايل، فاحنا هنشيل الان لاين ده ونروح عاملين سيف فهيبقى بلو. بس احنا مش بنتكلم دلوقتي عن الكالر، خلاص احنا عرفنا الكالر. لا احنا هنقول باك جراوند كالر بقى، باك جراوند كالر، ونقول له والله يلا ماشي مفيش مشكله يلا، وعملنا سيف فبقى باك جراوند كالر بتاعه يلو. نفس القصة هنا لو عملنا باك جراوند كولر بلاك فهيظهر ان هو بلاك، وكمان الفونت سايز او الفونت يا ربي كولر لونه وايت. طيب خلينا نتكلم عن ايه تاني، حاجة اسمها الفونت سايز. والفونت سايز ده بقى مثلا عندك في الباراجراف ده صغير جدا، فاحنا عايزين نكبر الفونت سايز. طب نتارجت ازاي؟ اهو
فونت سايز للباراجراف كامل. خلاص هنديله مثلا قيم بقى معينه. هنا هنتكلم على القيم، بس هنتكلم عنها في فيديو لوحده. بس احنا خلينا نتكلم انه هنا القيم اللي ظاهره لارج ولارجر وميديوم وسمول وسمولر واكس لارج واكس سمول والحاجات دي كلها اللي ظاهره. وفي برسنتج بالمناسبه، بس احنا هنختار مثلا لارج ونعمل سيف. طب لارج كبر سيكا، عايزين لا اكس لارج مثلا، ونعمل سيف. ما حصلوش اي افكت. ليه؟ لانه اكس داش لارج، فهنعمل سيف كبر سيكا. طب هنعمل 2 اكس داش لارج، كبر جدا، وهكذا. ده الفونت سايز. الفونت سايز عرفنا بيأفكت في ايه؟ عرفنا ان هو بيأفكت في الحجم بتاع الخط بالقيمه اللي انا محتاجها بيها. يعني مثلا خلينا بقى نتكلم عن قيمه مثلا معينه، فونت سايز، ونقول والله لا انا عايزك 24 بكسل. 24 بكسل 100 100 جميله واضحه. ولو عايزين مثلا الباراجراف اللي فوق كمان يكبر ونكون اكبر سيكا، فونت سايز هنقول له والله 30 بكسل ونعمل سيف. فكبر جدا اهو، بمناسبة ان هو او مقارنة باللي تحته واللي فوقه كمان. طيب هنتكلم عن مين تاني؟ هنتكلم عن البارت 1 بتاع الكالرز. ده احنا قلنا ان التكست كولر عن طريق الكالر بروبرتي، والفاليو بتاعتها هي اي لون انا عايزها. وعلى فكرة القيم ساعات بتبقى مش بس مجرد الكالر اللي هو بيكون كلاميا او لفظيا او مش عارف ايه. في حاجة اسمها الهكسا، خلاص الهكسا فاليوز. وفي حاجة كمان اسمها الار جي بي، تقريبا ار جي بي. وبنعمل بقى الايه القيم بتاعه الريد والجرين والبلو وهكذا. وفي كمان تقريبا اتش اس ال. اه بالظبط. فدي كلها قيم نقدر نديها او فاليوز نقدر نديها للكالر، بس المشهور منها اللي هو الهكسا فاليو. الباك جراوند كولر نفس الفكره بالظبط، برضو اقدر ان انا اديله الار جي بي والحاجات دي كلها. فالار جي بي ده اللي هو ده، وممكن اديله برضو الاتش اس ال، وممكن اديله مثلا الهكسا كولر بتاعه وهكذا. فما فيش اي اختلاف ما بين القيم بتاعتهم اللي هي الفاليوز. ولكن البروبرتي اسمها طبعا لازم يتحفظ الكولر والباك جراوند كولر علشان تقدر تستخدمهم وتعرف ان هما بيستخدموا في ايه بالظبط. ده الباك جراوند كولر، اما ده الكولر وهكذا. بس كده. هنتكلم عن ايه تاني؟ هنتكلم عن الفونتس. الفونتس احنا اتكلمنا عن الفونت سايز، تمام، اللي هو هنا. واتكلمنا على انك ازاي بتدي الفونت سايز بتاعه القيمه بتاعته. احنا قلنا ان في قيمه من ضمن القيم اللي هي بتبقى مثلا بيكسلز، وفي قيمه من ضمن القيم اللي هي كلاميا او لفظيا اللي هو لارج اكس لارج اكس اكس لارج اكس سمول وهكذا. تمام. طيب عندنا الفونت فاميلي. الفونت فاميلي دي احنا ممكن نسيرش عنها مثلا هنا كده ونقول والله فونت. يعني الفونت فاميلي ده هو عبارة عن البروبرتي والفاليو بتاعتها، ان انت بتخش على اي فونت عاجبك وبتجيب بقى ايه القصة بتاعته. والله انت عايز تجيت الفونت، او بتجيت الفونت من خلال الكود. طيب انت هتجيته ازاي؟ هتجيته ان انت من خلال الكود الامبيدد كود اللي انت تقدر تعمل له انكلود. ممكن تحطه في ال HTML من خلال الحوار ده اهو، قال لك في تاجة الهيد. وممكن تحطه في السي اس اس اهي الفونت فاميلي، قال لك روبوتو كوما السانز شيرف تقريبا او حاجه كده. تمام. بس كده. هو ده الفونت فاميلي دي البروبرتي، والفاليو بتاعتها هي الفاليو دي اهو. نكبرها سيكا برضه عشان الناس تشوف. هي دي فونت فاميلي، ده البروبرتي ودي الفاليو بتاعتها، مش اكتر ولا اقل. ده الفونت فاميلي. في بقى فاميليز كتير جدا ممكن ان احنا نستخدمها، بس ده مش موضوعنا برضو دلوقتي. ممكن تسيرش وتشوف الدنيا دي بتتكلم على ايه وبس. يعني الموضوع بسيط في الفونت فاميلي كمان. عندنا الفونت ويت. الفونت ويت ده مهم جدا ليه؟ علشان احنا لما بنيجي نطبق خلينا بس نشيل الكلام ده ونخليه وايت زي ما كان اهو، ونعمل سيف. طيب احنا عايزين الفونت ويت بتاع السبان اللي هو اسمي. عايزين الفونت ويت يكون 900 اكبر حاجة. شايفين عمل ايه؟ بقى بولدد بشكل ملحوظ بالنسبه للخطوط، الخط اللي معاه في نفس الباراجراف. وهي دي فايده الفونت ويت، ان انت ازاي تميز جزء او كلمه او حته من باراجراف مثلا، او ازاي تميز حاجه معينه. مثلا انا عايز الهيدر ده اللي هو ويلكم تو سي اس اس توتوريال، عايزه برضو يكون بولدد جدا. فلو عملت كده فبولدد وهكذا. ممكن اخلي الفونت سايز بتاعه فعلا 50 فكبر جدا، فده بقى معروف ان هو خلاص ده تايتل وهكذا.
طيب نتكلم عن ايه تاني؟ الفونت ستايل. الفونت ستايل ده بقى اللي هو ايه بقى؟ يعني مثلا خلينا برضو نشوف في الاسم بتاعي فونت ستايل ايتاليك مثلا، خلاص، اللي هو هيكون مايل. فونت ستايل مثلا، خلينا نشوف القيم التانية، نفس الفكرة بتاعت ايتاليك. في مثلا في قيم تانية تقريبا او مش فاكر بصراحة، بس انا ما بستخدمهاش يعني. بس اللي انا اقصده ان هو ده الستايل بتاع الفونت ستايل يعني. تقدر ان انت تستايل الفونت والحاجات دي، يعني اللي هو ايه، لمجرد المعرفة، اللي هو خصوصا الفونت ستايل والحاجات دي. اللي انا اقول عليه مهم ده انا واجهته كتير جدا، انما اللي انا بقول عليه مش عارف ايه، فده انا ما واجهتوش، برضو على حسب خبرتي وعلى حسب ال سني في المجال عامل ايه او قد ايه. طيب خلينا نتكلم عن التكست ديكوريشن. تكست ديكوريشن دي برضو توبيك مهمة. تكست ديكوريشن عندنا بقى اللي هو اندرلاين، ويفي، سوليد، اوفرلاين، مش عارف ايه، داش، دوتد، مش عارف ايه. فدي كلها قيم تقدر تديها له. بس لو احنا مثلا ادينا اندرلاين فيكون تحته خط مثلا، لو ادينا داش معرفش هيبقى شكله عامل ازاي. ده تقريبا داش اندرلاين مثلا، فيبقى تحته اندرلاين متخطط كده، او عبارة عن داش. دوتد نفس الفكرة وهكذا. اوفرلاين مثلا اهو، بقى فوق الاسم او فوق الحاجة اللي انا مش عارف ايه، وهكذا. فانت بتقعد تجرب في الحاجات دي وبتوصل للي انت عايزه يعني، فاهمني؟ طيب عندنا بقى ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو التكست الاينمنت، الاساس والكونتنت الاساسي بتاع ال HTML او الترتيب بتاعها الاساسي. طيب عايزين بقى نشوف ايه فايدة التكست الاين اهو. تكست، او خلينا نكتبها في تاجة ستايل بقى اهو، ستايل تكست الاين سنتر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو جه في النص، وهكذا لو انا اديته لكل المحتوى. فخلينا نديه مره واحده، ندي البروبرتي والفاليو دي للبادي مثلا هنا كده، ثانيه واحده اهو، وسيف. ايه اللي حصل؟ كله جه في النص. هو ده فايده التكست الاين. في بقى تكست الاين القيم بتاعته سنتر، اند، ستارت، على حسب البيزنس اللي انت محتاج ان انت تشوفه، يعني اللي هو الليفت والرايت والسنتر والجاستيفاي. في عندنا التوبيك التالتة اللي هي الباك جراوندز. الباك جراوندز دي بمختلف انواعها، باك جراوند ايمج، وفي باك جراوند ريبيت برضه خاصة بالايمج، وفي باك جراوند بوزيشن برضه خاصة بالايمج والكالر، اللي هو لو انا مدي ديف كلر معين وعايز بقى يكون له سايز معين، مكان معين، بيتكرر بشكل معين وهكذا. وفي خاصية اللي هي ان انت تعمل شورت هاند، بدل ما تكتب باك جراوند سايز بوزيشن ريبيت ايمج، لا، في باك جراوند بس تقدر تحط فيها كل الفاليوز بتاعه الحاجات دي كلها. طيب هنشوف ازاي. عندنا اهو باك جراوند، ولا خلينا مثلا نمسك عنصر معين عايزين نديله الباك جراوند ايمج مثلا، وليكن الباراجراف ده هنشيل منه الستايلز دي ونديله كلاس عشان نقدر نمسكه هناك. هنديله كلاس باسم احمد، سيف، وهنقول احمد ده دوت احمد، وهنقول باك جراوند ايمج، وهنحط مثلا اليو ار ال، وهنحط مثلا الصورة دي. معرفش الصورة دي موجودة ولا لا بصراحة، بس خلينا نشوف. ماشي مش موجودة، خلينا نمسك صورة مثلا images save اهو، اتحطت باك جراوند للباراجراف ده. لو عايزين نبين الباراجراف فاحنا هنقول له يا عم color، لا color white بقى، color white. ايه ده باين بس صغير جدا. طب لا، ده احنا محتاجين بقى، احنا لسه عارفين ان في حاجة اسمها فونت سايز. ايه يا عم، هنخليه مثلا اكس اكس لارج مثلا، فبقى ايه الدنيا لذيذ. طيب لا، ده في بقى كمان بروبرتي اسمها باك جراوند، باك جراوند سايز، فهنخليها كفر. ليه؟ علشان تكفر الباراجراف كامل. خلاص. وهنقول ان البوزيشن سنتر بتاعها ليه؟ علشان برضو تكون متوسطنه، الصوره نفسها اللي متوسطنه على قد الباراجراف. وهندي للباراجراف، انتوا واخدين بالكم اللي حصل انها ما بقتش ممدوده، او محصول لها ايه، حاصل لها ايه بقى، مد كده اللي هي ممطوطه.
خلاص هندي بقى للباراجراف بادنج من كل النواحي. البادنج ده لسه ما اتكلمناش عنه، بس هنديله بادنج 50 عشان الصورة تظهر مثلا، لا هنديله بادنج 100 عشان الصورة تظهر كاملة، وهكذا. فاهميني يا جماعة؟ طيب عايزين نشوف البروبرتيز التانيين في باك جراوند ريبيت. باك جراوند ريبيت دي على حسب ان الكونتنت كبير جدا، فبالتالي الصورة بتحاول تكرر نفسها عشان تقدر تفت الحاجة. فاحنا بندي باك جراوند ريبيت، وبنقول له مثلا لا والله نو ريبيت، ما تعملش ريبيتنج، فانت على قد الصورة بس مثلا، فمش هيكرر الصورة. بس هنا الصورة بتاعتنا عاملة كفرنج للايه، للباراجراف، فمش هتعمل لنفسها تكرار. عندنا باك جراوند بوزيشن استخدمناها وليها قيم كتيرة غير السنتر يعني. عندنا باك جراوند سايز استخدمناها كمان اهي الكفر، وان ليها قيم تانية. لا ممكن نقول بقى اوتو، لا ده احنا مش عايزينها اوتو، ده احنا عايزينها كفر، ده احنا عايزينها مش عارف ايه، وهكذا. فالباك جراوند شورت هاند يا جماعه ان احنا بنعمل بكل بساطه بنديله اللينك اللي هو بقى ايه الباك جراوند ايمج، وبعدين الباك جراوند سايز، وبعدين الباك جراوند بوزيشن. ولو عايزين نديله اي باك جراوند من خصائص الباك جراوند عموما بنديها بالترتيب بتاع الباك جراوند شورت هاند. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا بكل بساطة وبكل سلاسة. يا رب يكون بسيط وعجبكم، ويكون الموضوع متوضح ويسير. انا احمد امين، وده الفيديو السادس من سلسلة ال HTML. سلام عليكم.